نعم هناك عرقلة ليوسف ناصر في منطقة العمليات. الأزرق الكويتي بامتياز يتقدم في الشوط الثاني قبل أن ينقضي ربع ساعة. منتخب الكويت قد يتفوق الآن بهدفين مقابل هدف. الأزرق الكويتي الآن كل الدعوات للأزرق من أجل أن يفعل ركلة الجزاء بامتياز. منتخب الكويت بامتياز الهدف الثاني. الفرصة أصبحت أقرب. المضمار يصبح في 30 متر الأخيرة من أجل تجاوز منتخب اليابان. قد يفعلها منتخب الكويت اليوم. القرعة لم ترحمه بوضعه أمام منتخب يفكر في ذهب الأولمبياد وليس فقط في التأهل. منتخب اليابان قد يقع اليوم، قد يقع في فخ الكويتيين. الأزرق بامتياز يبدأ الشوط الثاني رائعا بعد تسديدة جابر المطيري. جاءت كرة اللعب الرائع الذي عادل نتيجة